تعالوا بقى نشوف وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة واقتصادية لكن جميلة جدًا كالعادة. في بولة هنحط بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، يعني لو كانت في التلاجة نطلعها تهدى لمدة نُص ساعة، كيس من الفانيليا، ذرة خفيفة من الملح. هننزل عليهم ب30 جرام من السكر، يعني معلقتين هرميتين من السكر العادي بتاعنا، وضربناه بالمضرب اليدوي العادي، مش محتاجين مضرب كهربا أبدًا، لإننا محتاجين بس يعني نخلّي المكونات السايلة تتجانس، مش محتاجين نضربها كتير. 50 جرام من العسل الأبيض، يعني في حدود 3 معالق كبار من العسل الأبيض، و40 جرام من الزيت، يعني معلقتين كبار من الزيت، ضربناهم كويس بمضرب اليدوي العادي، وهنبدأ نحضّر المواد الجافة. 150 جرام من الدقيق، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ال150 جرام دول يعني كوباية من مَج الشاي العادي هرمية، ومعلقتين من الدقيق، عشان لو ما فيش طبعًا ميزانة. هنبدأ ننزل بالمواد السايلة عليهم، أنتِ ما تنزليش بالمواد السايلة، أنتِ هتنزلي بالدقيق على المواد السايلة حبة، حبة. ليه؟ لإننا عارفين إن الدقيق بيختلف من نوع للتاني، فممكن الدقيق بتاعِك يبقى امتصاصه للسوايل أقل مني، أو الحجم البضاية اللي أنتِ مستخدماها تكون أصغر من اللي أنا مستخدماها، المهم هتستخدمي في حدود من 130 ل150 جرام من الدقيق، يعني في حدود مثلًا كوباية ومعلقة أو كوباية ومعلقتين على حسب نوع الدقيق بتاعِك. أهم حاجة توصلي للسمك ده في العجينة، عينِك على سمك العجينة عشان توصلي للسمك المضبوط وكمية الدقيق المضبوطة. حلواني دهناه دهنة خفيفة من الزيت من جوه علشان ما يهدرش العجينة، دخلنا بالعجينة بتاعتنا وهنبدأ نشكل من غير أي بلبلة. صينية دهناها دهنة خفيفة من الزيت أو ورق زبدة براحتك على حسب المتاح عندِك. هنبدأ نشكِّل، وبعد كده عندِك بقى فرنِك مسخّنينه على 180 درجة، يعني درجة حرارة متوسطة. لو ما عندكيش درجات على الشبكة في الوسط، وهتسيبيه مش هيحتاج شواية أبدًا، 10 دقايق بالضبط، وخدي بالِك لإنه ما بياخدش وقت أبدًا في السِوَى. وصفة سهلة جدًا، سريعة جدًا، لذيذة جدًا، مكوناتها موجودة دايمًا عندنا في البيت، ممكن تقومي تعمليها في أي وقت، وممكن تعمليها مرتين في اليوم من كتر جمالها وسهولتها. أتمنى تجربي الوصفة، لو عجبتِك يا ريت تعملي لي لايك وكومنتات كتير. أشوفكم دايمًا في وصفات أحلى، أشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.